يا مني ما حقي وقندي بيشاويها قندي بيشا سوما رجال صوت يعلو فوق صوت الرصاص في فضاء مدينة منبج في ريف حلب بين ضراوة هجوم قوات سوريا الديمقراطية قسد وشراسة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الدفاع عن معقلهم حتى الرمق الأخير. وكشف الكولونيل في الجيش الأمريكي كريس جارفر من بغداد الأربعاء عن خنق التحالف أنفس مقاتلي داعش لنسف خطوط إمداده وشبكات اتصاله للسيطرة على مدينة منبج، لكنه توقعها معركة الموت والحياة بالنسبة للتنظيم وقال: نتوقع قتالا عنيفا ما أن نصل هناك، ولن نشهد ما يمكن أن يغير هذا التقييم في الوقت الحالي. وأعلن التحالف الدولي في بيان الثلاثاء إفشال هجمات انتحارية بسيارات مفخخة لمقاتلي التنظيم خارج محيط منبج. ومن جهة أخرى كلل مقاتلو مجلس منبج العسكري توغلهم باقتحام صوامع مدينة منبج الاستراتيجية أهم معاقل داعش من المحور الجنوبي الشرقي للمدينة. ولا تزال حدة الاشتباكات تضع أثقالها في حلبة الصراع الدائرة والعنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية في محيط دوار الشريعة على الطريق المؤدي لمدينة الباب. وتمكنت قسد السيطرة على المنطقة الممتدة بين دوار الكتاب والشريعة مدعومة بتحليق طائرات التحالف في سماء المنطقة. لا تغفل عيون طياروها وهم يرصدون فرار آلاف المدنيين من مدينة منبج، بينهم مئات الأطفال والنساء الفارين من ويلات حرب حفر طريقه في مدينة الخوف التي ترهب الناظرين إليها من بعيد، لتحسم بداية رسمت بألوان الدم المغروسة بتكهنات ستبقى الخبز اليومي لواقع العمليات العسكرية التي تتسم يوميتها بمفاجآت قد تغير عقارب حسم المعركة وتكون الرصاصة المفصلية في رسم مستقبل سوريا والشرق الأوسط. لامار أركندي، خاص بريس 23. شو بيعملوا فيه؟ يسجنوها كم يوم بيطلعون. تخدم الأمير كم يوم، قال تخدم الأمير كم يوم وتطلع. كيف تخدم نسوان الأمير؟ كم واحد طلقوا من جوزهم، طلقوا يعني عملني دخلوا عند الأمير وطلعوا وطلقوا من جوزهم. يا جماعة بيروحوا بيبعتوا نسوان يشوفوا